النشيد الوطني مباراة هولندا طقم مصر بالترينج الاخضر، حدث تاريخي في جيلنا، يعني احنا يمكن الصغير ما شافوش، ولكن ده كان حدث تاريخي. كابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وكابتن نادي الزمالك واسطوره ماشيه على قدمين بعد الانتهاء والاعتزال مبكرا ثم العوده بقوه وبقوه اكثر في نادي الزمالك. اراده حديديه كابتن جمال، مشرفنا في الاستوديو. اهلا بك كابتن حازم واهلا بالساده المشاهدين. كنت انا كابتن مصر فانت كابتن مصر برضه. كابتن جمال يعني الناس اللي لسانها حلو، يحب يعني دايما كلامه مريح دايما، وكان هو انت مش كابتن مصر مدربنا في نادي الزمالك وكان دايما مريحنا بصراحه جدا جدا. راجل جميل ونجم كبير جدا جدا، كان مثل اعلى يمكن ليا كمان، ومن اسباب حبي في 14 كنت دايما بقولها كابتن جمال عبد الحميد كان واحنا صغيرين مثل اعلى مهم جدا، هداف من طراز رفيع. يمكن عندي كومنت هنا عجبني جدا، واحد بس انا مش فاكر اسمه، هو هجيب اسمه، بيقول لحضرتك يا ريت يا كابتن جمال تسلف دماغك الذهبيه لاحمد جعفر وعمرو زكي في المباراه ياخدوها شويه، احسن من اجاد اللعب بالراس. كابتن جمال ربنا يخليك يا كابتن حازم. وعايز بس اقول ولا بلاش قول لا، على اساس انت بتقول مجامل وكده، فانا كابتن حازم يعني انت عارف ان انت كنت يعني عنقود المهارات اللي عندنا. ربنا يبارك لك كابتن. فكان فاروق جعفر بقى من يعني ربنا يكرمه يعني كان دايما انا اللي اقول. كابتن جمال، يعني الاحداث في مصر انت شايف طبعا الدنيا عامله ازاي، ولكن في حدث احنا خلينا نتكلم في الكوره وفي الرياضه. وانا بس ممكن اتكلم على الاحداث ديت يعني. هو طبعا نجم كبير يعني، اتفضل يا كابتن. كلنا عاملين نقول حازم ايه، في ايد خفيه، في ايد بتنخرب في مصر، كلنا بنقول فيه. واكيد يعني عندنا ناس تعرف الايد ديت. عايزين مره نقول اسماء، عايزين مره نقول احزاب، عايزين مره نقول جماعه، عايزين مره نقول اي حاجه علشان نعرف نحط ايدنا على الداء. كل ما يحصل حاجه سلميه، انا ضد المظاهرات السلميه يا حازم. يعني ضد المظاهرات السلميه ولا مظاهرات يعني مظاهره سلميه وتوقف المرور بال10 ساعات. يعني سلميه ازاي؟ سلميه دي يعني لا ممكن مظاهرات سلميه لو دخلوا حته قعدوا فيها. ايوه سلميه دي يعني مكان ما بيعطلش حاجه، بيروحوا يقولوا مطالبهم بالبق وباللافتات. انما حته مظاهره سلميه وعطل المرور 10 ساعات وعطل الاشغال. انت مش بس على المظاهره دي، عامه بشكل عام. عامه انما اللي حصل امبارح ما شاء الله. شايف زي ما انت بتقول احنا بنتكلم بس، والقنوات الفضائيه والناس بتيجي بتتكلم بس. انا عايز اقول لك دلوقتي زمان كنا بنقول في غنى حرب، دلوقتي بقى في غنى ثوره، في غنى مظاهرات. في ناس دلوقتي ما تروحش البيت من القناه دي للقناه دي بتتكلم في السياسه صح. وفي المظاهرات وفي كل حاجه، وما بتعملش حاجه ولا بتقول حاجه. هي بس عباره عن تاثير في الشارع. لمست، انت عارف بيقول لك روح المس الكون وارجع. راح لمس التحرير ورجع بقى في كل القنوات مال الدنيا وما بيحلش. فعشان كده احنا عايزين نحط ايدنا على الداء. الداء ايه؟ اولا اتكلم شويه دقيقه بس عن طبعا اتفضل. انا بس بشوف لك الاسئله وكده. لا اتفضل يا كابتن. نحل المشكله بس، احنا عايزين نحط ايدنا على الداء. الموضوع ده بتاع الكنيسه، لو احنا شفنا الموضوع برمته، ان بيقولوا ان كان يعني سمعنا ان 5 سنين بيأدوا فيها العباده. 5 سنين المكان ده اللي في اسوان. 5 سنين بيأدوا فيها العباده. فاما بدوا ياخدوا ترخيص عشان تبقى كنيسه، فهي هتبقى كنيسه، يعني هيبقى فيها ايه؟ عباده. اللي يعني هي بقى لها 5 سنين، مش خماره، مش كذا. اما نيجي نبني جامع يقول لك التصريحات بتاعت الجامع 15 سنه ولا 10 سنين عشان نبني جامع. اللي بيبني جامع ده بيعمل ايه؟ بيبني جامع عشان العباده. فحته ان الكنيسه ديت لو المسلمين او الحكومه او اي حد ساب ويبنوها مفيش مشكله، مش مشكله خالص. لو هم بقى عملوا حاجه تانية تضايق الاسلام في العباده ديت، نقدر نقول هم كانوا بيعملوا كده عشان بيتلككوا المسلمين، بيتلككوا البلد. لو ما فيش حاجه وحصلت وناس راحت اثارت المسلمين الحقوا ده بيحصل كذا كذا، يبقى فعلا الناس دي هي اللي تتمسك بقى، الناس اللي في النص اللي هي بتصير الفتنه. فالموضوع حازم معروف، بس للاسف احنا عندنا ايه؟ دايما ما بنقولش اسماء، نقول ايه؟ اصل الايد، اصل الناس من ورا، اصل ساعات خرب مصر. اصل برضه يا كابتن انك تقول يعني انا مش عايز اطلع بره الكوره كتير، بس يعني قصدي الموضوع شائك حاليا والناس كلها متوتره
واي قرار انفعالي ناس ممكن تقابله اوكي وممكن كتير يقابلوه لا، وتلاقي تويتر وتلاقي فيسبوك، ما بقتش حاجه مش عايزين قرار انفعالي. احنا عارفين الناس فين. يعني زمان بيقول لك البلطجيه، ما كل منطقه عارفه البلطجيه بتوعه، ورغم ذلك مفيش حد بيعمل حاجه. عشان كده ان شاء الله باذن ربنا يعدي المرحله على خير. والحمد لله انا شايف البابا شنودة خد شويه قرارات مهمه جدا جدا تهدي الموقف يعني. ان شاء الله. انا عايز زي ما قلنا يعني دايما ان شاء الله بكره يا رب تقول ايه لجمهورنا يعني يمكن جمهور الزمالك هو الاكثر بكره وغالبيه، تقول لهم ايه بكره قبل المباراه يا كابتن او في المباراه، او يعني تقول لهم انت حضرتك كنجم كبير صورك بتتعلق في اصحاب الانجازات في نادي الزمالك. يعني هم طول عمرهم جمهور الزمالك، يعني انا بنقول ان دايما بيبقى الزمالك في الازمات جمهور الزمالك موجود. يعني ياما ما خدناش بطولات وتلاقي ماتش مثلا خفيف تلاقي 60-70 الف متفرج رايحين علشان يأزروا نادي الزمالك. فبكره مهما كانت النتيجه طول عمر يعني جمهور الزمالك من الجماهير المسالمه. فيا رب اذا كان مكسب فزي ما قال في حد قال معاك على التليفون ان يبقى سيد متولي بتاع انبي ان يكون الاحتفال جوه الاستاد ونفرح كلنا جوه الاستاد. لو لا قدر الله حصل خساره اتمنى من جمهور الزمالك يهتف لانبي ويقول لها الف مبروك، لان فعلا احنا الروح الاخيره بين الاهلي والزمالك في الجماهيرين في اللافتات بتاعت الالتراس ديت ان هم مع بعض. اتمنى انها تسود في المباريات النهائيه والمباريات الحساسه اللي احنا هنشوفها الايام اللي جايه يعني. كابتن جمال عندي اسئله كتير ممكن اخد شويه من الفيسبوك بس عشان ده برضه الناس بعتت تعبت فلازم اتكلم معاهم. ساندو جندور الاول حسام محمد حسام ولاد زموره ملوك الكوره رجاله دايما فريقنا منصوره نقدر نقول يا رب. ساندو غندور ازاي يا كابتن هو ماتش الاهلي مش متذاع ليه يا كابتن؟ ماتش الاهلي ماتش ودي بيتذاع مش عارف اذا كان متذاع بس من عندنا مش متذاع. احمد من وايت نايتس كابتن حازم بقالي 3 ايام بدور على ماتش مش لاقي، ولما بنروح بندخل مش لاقيين تذاكر، بيقولوا الناس دي دخلت ازاي؟ يعني واضح ان هو مشكله تذاكر. كابتن جمال على فكره عنده مشكله تذاكر برضه مش لاقي تذاكر. مساء الفل يا كابتن حازم، ده من خالد سنوسي والكابتن جمال، ويا ريت نشوف نجوم الزمالك في ضيافه طبعا نجوم الاهلي وكل الناس. خالد سنوسي كابتن هاني السعيد هيرجع امتى؟ ده من احمد. محمد ابو غبان يا كابتن حازم عايزين نشوفك بكره في الاستاد انت والكابتن جمال. عندنا شغل والله يا احمد، كابتن جمال عنده استوديو تحليلي وانا عندي استوديو تحليلي. بس احنا عايزين نقول بس الناس يا حازم ان احنا ما بيكونش عندنا استوديو نبقى اول ناس في المدرجات. طب ناخد تليفونات ومشاركات الناس معانا. ناخد عمرو فاروق. مساء الخير. عمرو مساء الخير. كابتن حازم السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمرو عامل ايه؟ الحمد لله. تسمح لي معاك كابتن مصر كابتن جمال طبعا معانا في الاستوديو مشرفنا. تسمح لي احييك واحيي كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. اهلا وسهلا بيك. تسمح لي بس ناخد من وقت حضرتك دقيقه. براحتك. طبعا فضل. بنأسف لاحداث مسبيرو امبارح، وان شاء الله باذن الله مصر هتعبر وهتمر بالازمات اللي هي فيها وهتفضل طول عمرها مصر هي بلد الامن والامان. وبتمنى بكره زي ما قال الاستاذ سيد متولي وزي ما قال الكابتن جمال عبد الحميد، اتمنى بكره من جمهور الزمالك ان انا اتشرف ان انا اكون واحد منهم، ان احنا نكون داخل الاستاد. وعندي اقتراح يا كابتن حازم بعد اذنك. اتفضل يا عم. طبعا احنا بنناشد مسؤولي استاد القاهره وهم مش اقل مننا وطنيه ولا اقل مننا مصريه، ان هم في حاله فوز الزمالك ان شاء الله يسيبوا الجماهير تفرح داخل الاستاد مراعاه لاخواننا الاقباط. احنا والله هنحاول. احنا معانا عايزين نجيب الاستاذ عبد العزيز امين مدير الاستاد طبعا، وهو عدم مداخله عشان برضه يخش يقول لنا الدنيا بكره ماشيه ازاي. ان شاء الله نحاول نجيبه على التليفون. بشكرك يا عمرو شكرا جزيلا. وناخد بولس طبعا